مثل المهارة الاجتماعية، فإنه لا يكون قادرا على إحداث تدعيم لهذه المهارات. وبالعكس فإن الأحداث المكروهة أو العقوبة تلعب دورا في الاكتئاب عندما تحدث هذه الأحداث بمعدل مرتفع، أو عندما تتضاعف حساسية الفرد لهذه الأحداث المكروهة. وأخيرا إذا كان الفرد يفتقر إلى المهارات الضرورية التي يستطيع بها إنهاء أو إبطال الأحداث المكروهة. ففي دراسة تجريبية قام بها ليونسون وآخرون لبحث العلاقة بين التدعيم والاكتئاب باستخدام اختبار الشخصية المتعدد الأوجه مقياس الاكتئاب والمقابلة والعوامل الاكتئابية في اختبار جيرنكر، وجدوا ما يلي: 1. يخفض التدعيم الإيجابي من السلوك الاكتئابي لدى المرضى الاكتئابيين. 2. يزيد معدل التدعيم الإيجابي وفقا للتحسن في المستوى الكلينيكي للاكتئاب. 3. يتزايد حدوث الاستجابة المدعمة تدعيما إيجابيا لدى معظم المرضى الذين يتحسنون بصورة أقل. 4. يرتفع معدل الخبرات المكروهة لدى الحالات الاكتئابية عنه لدى الأسوياء. 5. يساهم خفض معدل الخبرات المكروهة في خفض المعدل الكلينيكي للاكتئاب. 6. يظهر تناقص في الخبرات المكروهة لدى معظم الاكتئابيين الذين تحسنوا بصورة أفضل عنه لدى الاكتئابيين الذين تحسنوا بصورة أقل. 7. يرتبط المعدل المرتفع للأحداث المكروهة ارتباطا مع الخبرة التي تنشأ من الأحداث السارة. هذا بالإضافة إلى الاعتقاد بأنه ربما تكون هناك عوامل أخرى تسهم في حدوث الاكتئاب بعيدا عن أنموذج التدعيم يفيد كإطار عملي، مثل العوامل النمائية والبيوكيميائية والنشوئية والمعرفية، والتي يمكن أن تجعل الفرد مكتئبا أو تجعله عرضة للاكتئاب في المواقف التي يكون فيها التعديل في احتمالات الحدث ذا دلالة. بينما ركزت أغلب النتائج على افتراض أن التدعيم الإيجابي هو الذي يؤدي إلى تحسن حالات الاكتئاب، ويؤدي خفض هذا التدعيم إلى حدوث الاكتئاب، وذلك احتمال معقول حيث يؤدي التدعيم الإيجابي إلى حدوث تعديلات في التدعيم الكامن أو الداخلي، بمعنى استثارة البواعث البيوكيميائية على العمل، مثل زيادة الكيليكول التي تعمل على زيادة النشاط وإدخال السرور والقدرة على العمل والتخلص من الانقباض والتأخر النفسي الحركي. وتعد نتائج مثل هذه الدراسة تأكيدا لوجهة النظر الفسيولوجية في الاكتئاب، ألا إنها لا تستطيع شمول ظاهرة الاكتئاب بالدراسة من كافة نواحيها، إذ نجد أن أصحابها يقولون باحتمال وجود عناصر أخرى مسببة للاكتئاب استنادا إلى ما حدده براون وآخرون من عوامل تبدو مؤثرة في زيادة قابلية الشخص للإصابة بالاكتئاب، خاصة لدى المرأة، وهي: ألف، مدى التأييد أو التدعيم للعلاقات الشخصية المتبادلة ونوعية هذه العلاقات. باء، فقدان الأم بالموت أو بالانفصال قبل سن 11. جيم، الأمومة وتربية 3 أطفال أو أكثر في سن 14 سنة وأقل. د، الافتقار إلى العمل الوظيفي المنتظم أو غير المنتظم. ومثل هذه النتائج تعطي مؤشرا تعتبر تقريبيا كافيا للإصابة بالاكتئاب، تتمثل في عدم التدعيم الإيجابي للعلاقات الاجتماعية والفقدان والتقاعد والافتقار إلى العمل، بحيث يمكن لمثل هذه العوامل المجتمعة
أن تسبب الاكتئاب لكون الذات في هذه الحالة تستشعر الضعف. وقد اقترح ليونسون وآخرون حلقة التغذية الراجعة للإبقاء على المسالك الاكتئابية، والتي تشمل مشاعر البؤس والأعراض المصاحبة لها وانخفاض معدل السلوك نتاجا لانخفاض معدل التدعيم. وفي الغالب ومهما قدمت البيئة الاجتماعية من تدعيم اجتماعي في شكل المشاركة الوجدانية والحماية الزائدة التي تقوى وتبقى على المسالك الاكتئابية، فإن هذه المدعمات تعد كأنموذج شرطي لقطاع صغير من الأشخاص الاكتئابيين في البيئة الاجتماعية مثل الأسرة المباشرة. وعلى الرغم من كون نظرية التدعيم هي الأنموذج الأساسي الذي يرتبط بظهور الاكتئاب كاستجابة لمثير مكروه أو نقص التدعيم الإيجابي، إلا أنها تعد القاعدة الأساسية لنظرية التعلم الاجتماعي، والتي تركز على المهارات الاجتماعية والقدرة على اكتساب التدعيم الإيجابي من خلال العلاقات الاجتماعية المتبادلة. ففي دراسة قام بها ينجورن وآخرون لدراسة العلاقة الوظيفية بين الاكتئاب ومشكلات العلاقات السلوكية المتبادلة، حيث قارن بين مجموعة من الاكتئابيين وأخرى من غير الاكتئابيين في كل من السلوك اللفظي والسلوك غير اللفظي، وذلك في نمط العلاقات الشخصية المتبادلة في إطار الجماعة وفي التفاعل الثنائي بين فردين، وفي الموقف الخاص بالتفاعل داخل الجماعة، ثم تقدير الاكتئابيين على أنهم أقل من حيث المهارات الاجتماعية. وعند تقدير المقاييس الخاصة بالتفاعل المتبادل بين الأشخاص، قامت الجماعة الاكتئابية بوضع تقديرات سلبية لأنفسهم، تلك التقديرات التي اتفقت مع التقديرات التي وضعها الآخرون عنهم، وذلك بمقارنة المجموعة الاكتئابية بالمجموعة الضابطة. وعلى الرغم من أن الأشخاص غير الاكتئابيين كانت لديهم مهارات اجتماعية منخفضة